يا مساء الفل على حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا دايما بخير. اولا انا بعتذر عن صوتي، انا تعبان، عندي دور بس برد، فكنت حابب بس اطلع اتكلم عن المباراة بتاعه امبارح، نادي الزمالك وطبعا الجونة اللي خلصت 1-1. وبالنسبة لي الزمالك بيفرط في المنافسة على بطولة الدوري من البداية، بيخلص على نفسه بنفسه لصالح طبعا الغريم التقليدي الأزلي ليه هو النادي الأهلي. حتى وهو في مستوياته الضعيفة، حتى وهو مش في أقوى حاجة، حتى مش في أحسن أحواله، الجميع بيساعده، المنافسين بتساعده سواء بيراميدز أو الزمالك بيفقد 7 نقاط من المقاولون العرب، وهزيمة أمام وادي دجلة، وتعادل بالأمس أمام الجونة، وبيفقد حظوظه طبعا عن المنافسة لبطولة الدوري، لأن المباراة اللي جاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والأهلي عنده مباراة امام كهرباء الاسماعيليه. يعني لو الاهلي كسب مباراه القمه، والمباراه اللي جايه اللي بعديها على طول كهرباء الاسماعيليه، الاهلي هيكون اول الدوري بفارق نقطه عن نادي الزمالك، الا لو تعثر كمان نادي الزمالك فالنقاط هتزيد. لكن لو الزمالك انا اسف لكن لو الزمالك كسب مباراة القمة، هيكون حسابات تانية، هيكون الفارق 5 نقاط، فالدنيا تبقى الى حد ما افضل شوية مع نادي الزمالك. لكن نادي الزمالك مصر يصعب المأمورية على نفسه امام الفرق يعني الحديثة، الفرق اللي لسه صاعدة من الدرجة التانية. يعني انت خسرت نقطتين من المقاولين، خسرت نقطتين من الجونة امبارح، وخسرت اللي كان هيهبط السنة اللي فاتت، وكمان خسرت 3 نقط كاملة من وادي دجلة الصاعد حديثا، اللي بيلعب اداء مميز جدا 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 الموسم الحالي. طيب نادي الزمالك امبارح ما تعادلش بالصدفة، على فكرة هو تعادل بسبب أخطاء حصلت في المباراة اللي فاتت، كانت أمام نادي الإسماعيلي. من بدايتها فكرة ان انت تقول للعيب، انا بتكلم دلوقتي عن يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، انت كده لما بتتكلم مع لاعب وبتقول له خد انذار علشان يعني مثلا ان انت تغيب اللي جاي عشان تلعب ماتش الاهلي ايا كان، دي طريقة غلط. حضرتك كان ممكن الموضوع مش صعب جدا ان انت يطلع ماتش الاسماعيلي ما كانش واخد انذار على فكره، لغايه لما هو راح بنفسه وعمل كده حاجه قدام الحكم ان هو يزق الكوره، والحكم رايح يحذره يقول له ما تعملش كده، فراح عملها تاني قدامه، فراح كابتن امين عمر مديله الكارت الاصفر الثالث يعني، وغاب مباراه الجونه اللي هي بتاعت امبارح. فكان ممكن ما ياخدش الانذار، والنهارده ماتش الجونه يقعد على الدكه. والله حصل في الامر امر، نزله او يبدا بيه المباراه. يعني زي ما تقول ايه، ان هو تبدأ بيه المباراة، والله تقول له تنبه عليه ما تدخلش بقوة، ما تبقاش خشن في الالتحامات، ما تشوتش الكرة بعد الصفارة، ما تعترضش على قرارات الحكم، الكلام ده كله. وكان يلعب ماتش الجونة وكان ممكن يكسبك، لان هو اخوان الفينا بزيرة ده هو تقدر دلوقتي تقول هو مفتاح اللعب الوحيد لنادي الزمالك، والخطورة ما بتجيش غير من عنده. فانت لما تقول له خد انذار ويروح واخد انذار وكمان ما يلعبش، فبصراحة ده تهريج من يانيك فيريرا، والمدير الفني بصراحة ده مش مدير فني نهائي. انا بالنسبة لي ما اقدرش اقول لك ان المدير الفني ده بصراحة بروفيشنال يعني او محترف، لا خالص، ده راجل هاوي. ان انت تقول له خد انذار علشان تغيب اللي جاي وتلعب ماتش الاهلي والكلام ده كله، ده بصراحة امر مرفوض. انا بالنسبة لي امر مش مظبوط تماما، امر مش كويس. حاجة تاني برضو في المباراة، انت اختياراتك نفسها للمباراة وتوقيتات تغييرات برضو بتكون تغييرات غريبة، تغييرات مش مظبوطة يعني. تمام. فكرة ان انت عندك عمر جابر ما كانش اصابة، ما كانش هيغيب فترات كبيرة، فانت مخليه كنت على دكة البدلاء مفيش مشاكل، فانت رحت مطلع صلاح مصدق قبل ما دونجا كمان يتصاب، فرحت منزل عمر جابر. طب ايه المشكلة لما تخلي عمر جابر جنبيك على دكة البدلاء؟ مفيش مشاكل، وتحاول يا سيدي ان انت تبقى عامل سيناريو في دماغك، لو حصل مثلا دونجا اتصاب، حصل عبد الله السعيد اتصاب، حصل لو في مدافع اتصاب مثلا، ماشي اتصاب او خد كارت احمر،
دي الفكرة. لكن انت ما بتعملش اي سيناريوهات. يانيك فيريرا ماشيها زي ما يقولك ايه، ماشيها كده ماشي بنور الله. ففي الكورة مفيش الكلام ده. في الكورة لازم تكون حاطط سيناريو 2 و3 للأخطاء، للسلبيات قبل الإيجابيات، ده المفروض. لكن يانيك فيريرا كان مستسهل المباراة من البداية، وخصيصا في الشوط الأول لما الجونة كان سايب دراعاته بالشكل ده، وكان رامي الفوطة زي ما بيقولوا في الشوط الأول. ولكن انت ما تخافش غير لما تكون النتيجة 1-0. 1-0 دي ممكن تكون ممكن المباراة تخلص 1-0، ممكن انت كنت تزود بالتاني وجات لك فرصة تزود التاني والتالت لكن انت ضيعتها من ايدك. ممكن تاني فرصة ان انت كنت تعزز النتيجة في اكتر من فرصة، في اكتر من موقف. لاعبتك كانت مستسهلة المباراة وانت واقف بره نايم خالص. تشيكو بانزا بصراحة غريب، قنبلة موقوتة في تشكيلة نادي الزمالك، بيسيب مكانه وبيروح مكان تاني خالص وانت واقف بره كده مش دريان. تغييراتك سمك لبن تمر هندي. يانيك فيريرا بصراحة بيعمل حاجات غريبة وعجيبة في تشكيلة الزمالك، اختياراته غلط. حاطط دكة كاملة ما فيهاش واحد مركز 6. خلي صلاح مصدق موجود لو حصل حاجة لدونجا زي ما حصل لدونجا امبارح، نتمنى له طبعا السلامة ان هو اتصاب. كنت ممكن تنزل عمر جابر مكان دونجا يلعب باك يمين وصلاح يلعب كاتفندر، على الاقل يكون في حد في وسط الملعب. لكن انت قبلها بكام دقيقه رحت منزل احمد حمدي ومنزل وكده بتلعب بعبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي، 3 في وسط الملعب ما فيهمش حد بيعرف يدافع ومحدش بيعرف يقطع الكرات زي دونجا. عندك وسط الملعب في مشاكل. محمد شحاتة الإصابة بتاعته مطولة، كمان مش هيلحق ماتش القمة. محمد السيد مع منتخب الناشئين اللي هيلعب كأس العالم للشباب. فاختياراتك غلط. يانيك فيريرا لازم يعدل. يانيك فيريرا لازم يعرف ان المباراة اللي جاية مصيرية وحاسمة في مباراة في المنافسة عن الدوري. منافسة الماتش اللي جاي هتبقى فاصلة، ان انت لو كسبت هتبقى 5 نقاط وبتعمل معنويات سلبية عند المنافس. لكن لو الاهلي كسب خلاص، الاهلي كسب هيبقى ركب لانه هيكسبك وهيكسب كهرباء الاسماعيلية وانت عندك ماتش باي، هتبقى مريح فيبقى كده 6 نقاط، هيبقى هو زايد عنك بنقطة. لكن يعني تقدر تقول عادة ريما لعادتها القديمة. الزمالك بيفرط في الدوري، الزمالك بيفرط من البداية في المنافسة، ويقعد كده بعد مباراة القمة يقعد يحاول ويجري ويعني يعمل على قد ما يقدر ان هو يلحق مركز من ال3 عشان يدخل كونفدرالية، لانه كده لو بالشكل ده مش هيلحق كمان يدخل دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك مش داخل فيه بقاله حوالي 3 أو 4 سنين. انا مش عارف بصراحة مسؤولين نادي الزمالك يعني بيفكروا ازاي، مسؤولين نادي الزمالك بيشوفوا يانيك فيريرا ازاي. اعتقد دي الفرصة الاخيرة ليانيك فيريرا. يانيك فيريرا دي الفرصة الاخيرة ليه. لو كسب الاهلي اعتقد هيكمل، لو خسر من الاهلي اعتقد هيمشي. جون أودورد لازم يتدخل سريعا، لازم يلحق الدنيا. المستحقات امبارح كان قصة اللعيبة. في لعيبة بتتكلم مع المدرب على المستحقات هو بيتكلم مع لاعيبته، قال لهم يانيك فيريرا قال لهم ملناش دعوة بالمستحقات، احنا نركز ان احنا نكسب. والله انا مش عايز اللعيبة تركز، انا عايزك انت اللي تركز. يعني انا عاوزك انت كمدرب انت اللي تركز، انت اللي تبقى قاري الجيم من بره، انت اللي حاطط اكتر من سيناريو، انت اللي عامل اكتر من حل. لو حصل معاك اي مشاكل جوه الماتش انت هتلاعب فريق دفاعه مهما يكون دفاعه صعب، دفاعه يعني بيدخل فيه اهداف، هيكون عليك صعب. لان انت عندك في وسط الملعب الله اعلم دونجا، الزمالك ما اعلنش عن اصابة دونجا ومدى الإصابة بتاعت دونجا إيه اللي هيحصل فيها أنا معرفش. لكن الأهلي هينزل مباراة القمة عنده الدوافع أكتر منك بكتير على فكرة، لأن هو كسبان لسه امبارح 3-2 كسبان المباراة. حرس الحدود عمل أداء جيد جدا، حرس الحدود قدام النادي الأهلي، لكن الأهلي كسب المباراة. ياسر إبراهيم وطبعا كان تريزيجيه وجراديشار هدف عالمي.
لكن دوافع الاهلي هتبقى اكتر بكتير، لان هو عاوز كده قدامه حل، لازم اكسبك، والغلبة دائما بتكون للنادي الاهلي. يعني انا بقالي كتير ما شفتش الزمالك بيكسب الاهلي الا يعني في مناسبتين، لما يبقى الزمالك محتاج جدا 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 الثلاث نقاط عمره ما كسبهم. انا مش بهبط حد ولا بعمل حاجه سلبيه على الجمهور او اي حاجه، اللي متابعني واللي عارفني كويس يعرف ان انا دايما واقعي، وان انا دايما بتكلم بالمنطق. الزمالك محتاج لسه كتير، دي مرحله بناء، وبالنسبه لي الزمالك عنده فرقه حاليا مش سيئه ومش كويسه، برضو محتاجه برضو تدعيم في مراكز كتير. مركز 6 مفروض عندنا اكتر من 4 لاعبين، لكن سبحان الله ما فيش ولا واحد فيهم. محمود جهاد لغز كبير جدا 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 في الاصابه بتاعته، انا مش عارف ايه اللي حاصل في محمود جهاد. ماشي، عندك كمان يعني فكره استبعاد سيف الدين الجزيري المتكرره، برضه ده لغز، يقعد على الدكه ما فيهاش اي مشاكل، ممكن المساحات تنفع مع سيف الجزيري. سيف الجزيري في مباريات الاهلي هو بيحب يلعب مباريات الاهلي، وبيتالق كمان في المباريات بتاعه القمه قدام النادي الاهلي. المباراه اللي جايه حاجه من اتنين، يا تكسب وتحط نفسك في الصورة مرة تانية وتبقى انت المتصدر لجدول الترتيب لدوري نايل، يا اما تتعادل على اقل تقدير. لكن الخسارة قدام النادي الاهلي هتكون نهاية مشوارك، وهتكون النهاية من بدري، وما تنافسش، وتحاول بس ان انت تحاول تدخل بس وتلعب على مقعد افريقي، ان انت تلعب في دوري الابطال اللي انت ما بتروحوش بقالك كذا سنة. هنشوف المباراة اللي جاية الاهلي والزمالك ايه اللي هيحصل فيها، وهنشوف الزمالك هيتعامل ازاي ويانيك فريرا هيتعامل ازاي، اللعيبه المصابه واللعيبه الموقوفه. يعني عندك خوان الفينا بزيرا هيرجع، وعندك وعندك محمود الونش، وعندك محمود بنتايج، دول هيرجعوا. واعتقد زيزو مش هيلعب، امام الف سلام على امام، فيروس اعتقد لا مش هيلعب. فهنشوف يعني ايه اللي هيحصل في مباراه القمه. اول مره اشوف مباراه للقمه واحنا داخلين عليها. يعني بتكون الاتنين سيئين جدا، الاتنين وحشين، الاتنين مفهومش اداء، الاتنين يعني احمد زي الحاج احمد، يعني الاتنين بصراحة ضايعين جدا. مباراة اتمنى تكون مباراة كورة، واتمنى المكسب لنادي الزمالك، لكن هنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل في الايام اللي جاية. اتمنى يانيك فيريرا يعدل اوضاعه ويصحصح كده معانا شويه، ويركز، علشان الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا جدا جدا، والزمالك لو خسر مباراه الاهلي يبقى الدنيا السلامه. سلام، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. واسف لان انا عندي برد، بس انا حبيت اطلع اتكلم مع حضراتكم. سلام.